صاحب الحكاية بيقول: أعرفكم على نفسي. أنا خالد، 30 سنة، متجوز من 3 سنين، بس مفيش تفاهم بيني وبين مراتي، ودايما المشاكل وتزعل، ويمكن عند أهلها بالأسابيع. النهاية من اتصالح واجبها، ومفيش كام يوم حصل مشكلة جديدة. بس في آخر مرة دي أخدتها عنده وقلت مش هصالحه، فقفلت شقتي وقلت هروح أقعد في بيت أهلي كام يوم. أنا ساكن في القاهرة وأهلي عايشين في الأرياف. عاوزة أقول لكم أنا عارف اللي أنا بعمله ده خطأ وما ينفعش، ولما تسمعوا حكايتي هتعرفوا أجمل أنا ليه كده. المهم كلمت أبويا وقلت له أنا هاجي أقعد معاك كام يوم. أنا وحيد أبويا، أمي توفت وأنا عندي 8 سنين، وبعدها بفترة قليلة أبويا اتجوز حنان، كان ساعتها عندها 16 سنة وخلف منها بنتين، وحاليا هما متجوزين وعايشين في محافظات تانية. وأنا مش شدي، ما بحبش حنان، لأني بحس إنها حدت مكان أمي، والتعامل بينا كان عادي بالنسبة لحنان. دلوقتي عندها 41 سنة، ست جميلة وما يبانش عليها سنها، جسمها مخلبص شوية بس مش تخينة، كلها مطبات، وبطختها كبيرة لدرجة إن أخواتي البنات كانوا دايما يهزروا معاها ويتريقوا على حجمها. بالنسبة لأبويا الحاج علي، راجل كبير في السن، يمكن 65 سنة، وعنده محل القطع غيار سيارات، دايما قاعد فيه بيقضي وقته وبيجي البيت على النوم، وحالته المادية متيسرة. قبل ما أكمل لازم تعرفوا إني وأنا لسه طفل وعنية تتفتح على الحاجات دي، ما لقطش قدامي غير حنان، شفتها في أول جوازاتها، كانت على طول قاعدة معايا، غالبا أنا وهي بس، وبابا كان بيروح الشغل. طبعا كلام ده وأنا صغير، وبعد ما كبرت عرفت بنات وستات، في الخواطر دي اتدفنت جوايا وخلاص. بس منكرش، كل منزل أجازة وتيجي فرصة أشوف حنان كنت بروح أشوفها وببقى مبسوط. وكمان كنت أسأل إزاي ست بالكمال ده وأنثته دي عايشة مع راجل بالتأكيد مش موفر لها أساسياتها. نرجع لحكايتنا. ما رجعت بيت أهلي، وأول ما وصلت سلمت على حنان وحضنتها جامد، وعايزة أعرفكم فعلا ساعتها ما كنتش بفكر في أي حاجة من اللي هيحصل لي بعد كده. قعدنا نتكلم شوية وسألتها على بابا، قالت لي إنه في المحل وهيرجع بالليل، وشوية فعلا ولا نعرفكم برضو إن في ده الوقت زعدي مع مراتي كأني ما قدمت لا تخطيط من ما نعمل حاجة، مش قادر وعلى آخري. عدى ويوم صحينا وكانت الطبيعية خالص، وعلى اليوم التالت كان الخميس، وده يوم الأكل البحري في الأرياف. صحيت على الظهر كده، لقيت حنان في المطبخ وشافتني وجت بستني من خدي وهي بتقولي: عاملة لك شوية جمبري وسمك، هتاكل صوابعك وراه. أنا طبعا بحب الأكل ده جدا، بس بيني وبين نفسي قلت هي ناقصة تعب أكتر من كده. المهم في الوقت ده بسبب التعب اللي أنا كنت فيه بدأت أفكار زمان تجيلي في دماغي، ونظرتي الحنان بدأت أعتبر إنها في اليوم ده كانت لابسة في زون بناتي ومجمعة عليها تيشيرت من فوق، تحس إنها بتاعت طفلة في إعدادي، ده غير جسمها بشكل غير معقول. أول ما شفتها بالكامل كأني عقلي تماما راح مني، وبدأت من غير عقل، يعني وأنا بساعدها أروح جاي خابط فيها، وكل شوية ألمسها بكوعي، وهي معلقتش خالص، مش مكسوفة ولا مش في بالها. وفي الأول والآخر هي بتتعامل معايا عادي، وأكيد فاهمة إن مفيش في بالي حاجة. قعدنا ناكل وهي مش معايا، وجوايا ألف صوت مجنون بيقولي: أنت تعبان وقدامك جمل بمعنى الكلمة، وأكيد هي زيك جعانة. وصوت تاني بيقولي: اعل يا مجنون، استحالة هتسمح معاك حاجة، ومش بعيد تعمل بلمسك لفضيحة. المهم الصوت التاني انتصر، وقلت هجرب صنعتها. قلت لها واحنا بناكل: عاملة ايه يا حنون؟ قالت لي: كويس يا حبيبي، بس انت عارف الروتين والزهق. قلت لها: لأ، وانت باين عليكي فردة، نفخت فيكي كل حتة يا ولية. ضحكت بكسوفة، قالت لي: يا خلود، أنا بقيت حاسة إني شايلة أخواتي معايا. وتسمع عندها من قدام وكملت: ده أنا برضع، ما كانوش كده. قلت لها: مش دول بس يا هانم، السداية بتاعتك كانت قافلة المطبخ وانتي واقفة بتعملي الأكل. ضحكت ضحكة مرقعة بصوت عالي وردت: انت خدت بالك؟ ده أختك نورة آخر مرة هنا هرتني تريقة. قلت لها: فشرت، ده قصر ده لأكملها، ما عندهاش ربعهم،
ده أنا لو مكان الحاج منزلش من البيت. أول ما قلت كل ده حسيت وشها اتل واتنهدت بصوت عالي يقرف ليه: اسكت ما تقلش عليا المواجر. قلت لها ليه يا أخويا؟ أزود العيار وقلت لها وأنا قايم أشيل الأكل بعد ما خلصنا: ده أنا لو مكانه ومعايا مزة زيك مطلعش ودح من الأوضة أصلاً. على ما قلت كده كنت وصلت المطبخ وهي لسه على السفرة وما ردتش، بس حسيت إني لمست حتة حساسة قوي عندها، وسمعت صغيرة قوي طلعت منها إنها تعبانة وجعانة زي حالاتي. في الوقت ده بررت لنفسي إني أريحها وأريح نفسي ويفضل سر بينا، بدل ما حد فينا يضعف ويسلم نفسه الغريب وممكن يستمر فضيحة. المهم بعد جواد وهركزة لقيت حنان تحلى عليا الأوضة ومعاها كوباية شاي، ولاحظت إنها متسوقة وحاطة ميك اب كامل في وشها. أول ما شفتها صفرت وقلت لها: واو، إيه الجمال ده؟ حسيتها اتكسبت شوية وتحضر لي. أنا قلت أزور علبة المكياج بتاعتي بقالها كتير قوي مركونة. قلت لها يا بختها يا حنون. لقيتها لفت عشان تمشي من الأوضة وردت: اختش يا ود، إيه حنون دي؟ قلت لها بدلعك، وبعدين يا بنت انتي من سني، انتي نسيتي نفسك. قلتها بهزار. ضحكت جامد ومشيت وانا وراها متسمر في الفيزون قوي برضو. هنا دماغي فضلت تودي وتيجي وتهيأ إنها ليا زوقت نفسها ليا مخصوص، وإنها بتفكر فيا زي ما أنا بفكر فيها. فحطيت نفسي مكانها، ست جميلة وأنثى بمعنى الكلمة، محبوسة بقالها زمن، وأكيد محتاجة تحس بنفسها وأنثمتها، حد يملى اللي جواها. نرجع لحكايتنا. بالليل لقيتها بتندعني عارم إن أبويا هيروح عمتي في بلد جنبنا وهيجي بكرة آخر النهار. ساعتها حسيت إن كل حاجة بتزقني هعمل اللي في دماغي، وإن السكة بتفضالي. وشوية قالت لي إنها داخلة تنام، دماغها مصدقة، وأنا عمالة أفكر الابتكار الموضوع إزاي، ولبس حنان ولمساته عمالة تزن في وداني. جت في بالي فكرة قلت هحاول وأطورها بشكل كامل. فوجوتي دخلت الأوضة لقيتها نايمة على جنبها. ناديت عليها بصوت حنون، كانت شبل نايمة بس ردت بصوت ضعيف من غير ما تتعدل: ليه يا حبيبي؟ عاوزة حاجة؟ وحركتي شديت الملاية وغطيتها بيها. قلت لها لأ مفيش، بس مش عارف أنام لوحدي. اتعدلت على ظهرها وفتحت عينيها بصت لي: الأوضة فيها حاجة هقوم أرتبها لك. قلت لها الأوضة كويسة، أنا اللي مش متعود أنام فيه، ممكن أريح جنبك شوية لحد ما أروح في النوم. بأذان لي بصت لي بتفكير فترة صغير ورجعت وراه في الكلام معايا: انت زمان كنت ما تنامش غير في حضني. ذكي راحت مد ايديها الاتنين وفتحاهم على الآخر. رحت مقرب منها وحضنها حضن طويل، واتنهدت جامد وقالت لي: وأن حضناني مالك يا حبيبي؟ ايه اللي منكدك؟ انت عارف الشركة والجواز وسنينه، وأنا زهقت ومش طايق أكمل. قالت لي معلش كل الناس كده، وانسى أي حاجة وحشة، وإن شاء الله الفندق تجيب حده. طب يلا ريح شوية. ورجعت لفة ومديني ظهرها. خدت نفسي وقلت لها: أيون وبعدين يعني هتسيبيني كده؟ لفت لمشتي طيب. طب قولي انت عاوز ايه وأنا هعملهولك. قلت لها أنا عاوزة أنام ومش عاوزة أنام، قوليلي بقى أعمل ايه. قالت لي أنا ما بقتش فهماك، ولا أقولك أنا بدأت أفهمك، وبعدين أنا فهماك من عيونك. قريت كل حاجة، بس ما كنتش أعرف إن ممكن نوصل للحاجة دي مع بعض، وهتكون أول وآخر مرة، وأنا هوافقك لخاطر الظروف اللي عندك، مراتك مش معاك. ورحت أخدها بهزار وقايل لي يلا نخلص عشان عاوزة أنام، تعبانة. قلت لها طبعا أنت عاوزة تكروتني، مفيش منه الكلام.